صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده السبانخ بطريقه سهله جدا، وهعمل جنبها الفراخ العسل دي لسه جايه امبارح من حبيبتي. يعني دي فراخ مذبوحه شامورد طازه، تربيه بيتي ما شاء الله. هنعمل مع بعض السبانخ بطريقه سهله جدا جدا، وامشي ورايا في الخطوات خطوه خطوه. هروح على النار دلوقتي ونحمر البصله ونشوف هنعمل ايه. انا كده يعني سخنت النار على في الحله على البوتاجاز. هنزل عليها البصله بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. انا هسيب البصله لغايه ما تصفر معانا ونوريكم شكلها هيعمل ازاي، وبعدين ننزل عليها السبانخ خطوه خطوه مع بعض كده، وان شاء الله تشوفوا معانا احلى سبانخ. كده يا حبايبي معايا البصله اصفرت معايا بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. يا دوب انزل عليها السبانخ. انا هقلبها في بعضها كده، هدمج السبانخ مع البصله بالطريقه اللي احنا شايفينها دي. الطريقه دي كده ما شاء الله كده يا دوب الفها مع بعضها كده، واسيب السبانخ تدبل مع البصله، تاخد نفس اللون، تصفر كده مع البصله وتدبل، والكميه بتاعتها تنزل كده ان شاء الله. وبعدين انزل عليها العدس، وهنزل معاها لازم هوريكم تكه مهمه قوي قوي هتخلي السبانخ تلف معايا وبتغير في طعمها جدا جدا جدا. يا دوب السبانخ هسيبها تدبل بس، هي عامه اول ما هتشم النار هتدبل معايا وهينزل حجمها، هيقل حجمها خالص، والميه اللي فيها هتنزل. اول ما تدبل معايا هوريكم هنزل عليها ايه مع العدس. ثواني ونكمل. كده يا حبايبي خلاص السبانخ دبلت ما عادش خالص، اللي يشوف يقول السبانخ راحت في كده. يا دوبك معايا خالص اهي. هنزل عليها العدس، هنزل عليها العدس بالطريقه دي، وانزل عليها بصله مرتة، وهقلب كل المكونات دي كمان مع بعض، سيبهم يندمجوا مع بعض كده. هقلبهم مع بعض كده. واخر حاجه عندي ايه يا حبايبي؟ لما تيجي تستوي خالص وتاخد كمان لون، يعني انا هسيبها كده كمان 10 دقايق تاخد مع العدس ومع البصله المرتة، تدي مع بعضها، تاخد وتدي مع بعض كده وتطلع لي ريحه جميله. بعد كده هقوم حاطه عليها حبايه بطاطس عشان تلف معايا السبانخ تتقل معايا وتبقى حلوه. حبايه البطاطس بتفرق قوي قوي قوي. هحطها قدامكم لما ان شاء الله ده تتشبع شويه بريحه البصل، لان البطاطس مش بتاخد سوا. وهنرجع تاني مع بعض ونشوف هنعمل ايه. خلاص يا حبايبي كده ما شاء الله انا عندي كله اندمج مع بعضه كده، والريحه ما اقولكوش ما شاء الله جميله قوي قوي قوي. هنزل عليها مكعبات البطاطس، حبايه صغيره بطاطس بس بتفرق قوي قوي، وطعم البطاطسيه بيطلع طعمه جميل جميل جميل، بيشرب من السبانخ ومن البصل ومن العدس ما شاء الله، بتطلع جميله قوي قوي. انا هسيبها دقيقه واحده بس، اقل من دقيقه، البطاطس بس تشرب منهم شويه كده، ونرجع نحط مع بعض الصلصه. يا ريت تنتظروني. خلاص يا حبايبي كده خلاص معانا كده. انا هنزل معانا الصلصه هتنزل معايا بالطريقه دي. هسيبهم يشربوا مع بعض شويه، ومش هضيف عليهم الميه ساقعه، الميه تنزل على السبانخ سخنه. انا سبكت في فص توم، حطيت عصير الطماطم على فص توم لغايه ما اتسبكت وبقت معانا بالمنظر ده. انا هسيبها تاخد مع بعضها شويه كده، وانزل عليهم بمقدار نص لتر ميه سخنه. هسيبهم مع بعض لغايه ما يندمجوا خالص، وفي الاخر اوريكم شكلها عامل ازاي. حبايبي كده انا صفرت بصله على النار، اديت لها اللون الوردي الجميل ده بس كده. حطيت عليها ملح وفلفل، الفلفل عباره عن كمون وكزبره وفلفل اسمر وشطه. انا حطيتهم ودمجتهم مع بعض، وهنحشي الفرخه مع بعض بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. شايفين انا مصغره الفتحه جدا جدا،
علشان الخلطه دي ما تطلعش منها. هحشي معايا الفرختين بالطريقه دي. انا حاطه محدقه يعني مكتره حدقها شويه عشان تدي طعم حلو من تحت. يا دوب هكتف الفرخه، يا دوب اكتفها بالطريقه دي واقفلها كويس قوي، اقفلها كويس قوي قوي عشان الخلطه اللي انا عاملاها اللي هي المرته البصله الصفرا دي ما تخرجش من اي اتجاه. هكتفها حلوه قوي. ازاي بقت؟ يعني انا عندي جناحتها هحط الجناح هنا كده، اقفل واجي من عند الزور من فوق واحط كمان جناح بالطريقه اللي احنا شايفينها دي يا حبايبي. هديلها غزه بسيطه من هنا من جهه واحده بس. طالما انت حاشيه بمرته صفرة يعني مصفره البصله، تغزي الفرخه من اتجاه واحد بس عشان تفضل الشمخه والريحه في قلب الفرخه زي ما هي، وما شاء الله تبقى معانا. انا هعمل الفرخه التانيه دي بنفس الطريقه وهنروح على النار نشوف هنعمل ايه. يلا بينا يا حبايبي. انا يا دوب سخنت شويه زيت صغيرين على النار وهنزل معاهم الفراخ الطماطم الوحها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الوحها كده ولازم يبقى جنبك ميه سخنه. ميه سخنه بعد ما تلوحاها على الاربع اتجاهات تقوم منزله عليها الميه السخنه مع البصله، ورقه اللورة، حبايه الحبهان والمستكه، ولما تغلي قوي قوي لمده 10 دقائق تهدي النار تخليها متوسطه لغايه ما تستوي معانا الفراخ. تعرفي هي استوت ازاي؟ طبيعي بالسكينه، ما دام ما تغزها تنزل يبقى كده الفراخ استوت. انا هسيبها بس تاخد صدمه من الاتجاهات كلها وانزل عليها الميه السخنه علشان تدي طعم حلو. الميه السخنه في كل حاجه بتدي طعم حلو. على الخضار السبانخ ميه سخنه، على الفراخ ميه سخنه، اي غموس بتعمليه لازم يبقى جنبك ميه سخنه كده يا حبايبي. انا بلوح فيها زي ما انتم شايفين كده، هسيبها تاخد صدمه حلوه على النار وان شاء الله هجيب الميه وانزلها قدامكم بالطريقه اللي انتم شايفينها. خلاص يا حبايبي كده الفراخ بدات تعلم تحت، معنى كده ان خلاص نشفت، ما عادش هينزل منها اي سوائل كده بالطريقه اللي معانا دي. الخطوه الجايه ايه؟ انزل بالميه السخنه بالطريقه دي كده. انا هكمل عقدها ميه لغايه ما الفراخ تتغطى ميه، واحط بصله، ورقه لورا، حبهان ومستكه والملح والفلفل واسيبها لغايه ما تستوي. دي الفراخ الشامورد مش اكتر من كده. البصله الصفراء اللي بتحط جوه الفرخه بتغير طعمها نهائي، بتخلي الطعم ما اقولكوش عليه ما شاء الله، بتبقى جميله قوي قوي. بعد ما تستوي الفراخ انا هوريكم شكلها عامل ازاي، يا ريت تنتظروني حبايبي. ده شكل السبانخ بعد ما انا خلصتها ما شاء الله. حبايه البطاطس خليتها ختمت معايا بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. الطعم والريحه ما اقولكوش عليها، تمشوا بالخطوات زي ما انا قايله لكم واحده واحده. وعملنا جنبها الفراخ بالمرته الصفراء، وعملت جنبها رز ابيض. وده كان غدانا النهارده والف هنا، ويا ريت تتفضلوا معانا. ده شكل الفراخ بعد ما حمرتها. طعمها بالمرته الصفراء بتفرق كتير كتير كتير. جربوها وقولوا رايكم ايه. صفروا بصل على النار وحطوا فيها بهارها وملحها واحشوها بيها واقفلوها قفله كويسه، ما تخلوش الميه تدخل جوه. ده كان الشكل النهائي ليها بعد ما انا حمرتها على النار. وده كان الشكل النهائي للسبانخ. يا ريت يكون النهارده، يا ريت تكون الوجبه بتاعت النهارده عجبتكم. ده كان اخر لقاء بكم في الفيديو، يا ريت يكون عجبكم، وكل سنه وانتم طيبين، واشوف حضراتكم على خير، واشوفكم في فيديو جديد.